تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ بلدي ادتني حقي مثلا؟ صفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني ادم بجره قلم، تتحكموا في مصاير الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم. ده ارهابي عشان انت عايزه كده، ده خطر على امن الدوله عشان زمايلك عايزه كده، اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت، والناس مش مهم. 60 داهيه الناس. ذمتك يا باشا مش دي حاجه تجنن؟ انا ليه واخد الموضوع كانه تربيه كده؟ يا اخي انا كنت بنفذ اوامر وتعليمات وسياسات موجوده في البلد. يعني لو عايز تحاسب حد حاسب اللي حاطه السياسات دي. الله، خلاص بقيتوا كلكم دلوقتي عبد المأمور تتكلموا في السياسات اللي كنتوا بتنفذوها غصب عنكم، واكيد طبعا لما جيت تلفق لي القضيه كان قلبك بيتقطع علشان، وزميلك اللي رزعني التقرير اللي حرمني من الجامعه خلاني اتمرمط في كل حته شويه، اكيد كان بيعيط برضه وهو بيتكلم. يا راجل كنت بخدم البلد بحميها من الارهابيين اللي عايزين يدمروا امنها. حمايه من مين؟ مني انا؟ من اخويا؟ من ابويا العامل الغلبان اللي كل همه في الدنيا ان هو يجيب حقوق العمال الغلابه. لا فعلا ونعم الحمايه. احنا اسفين يا سيدي، بس مهما كان برضه الغلطات اللي احنا وقعنا فيها دي كلها ما تجيش حاجه جنب امن البلد. كنتوا بتحموا شخصيات، انتوا لو فعلا كنتوا بتحموا البلد حميتوها من الناس اللي سرقتها ونهبتها وجابت الفقر لاهلها. لو فعلا بتحموا البلد يا هيثم باشا ما كنتوش تخلوا احمد واللي زيه يضحوا بعمرهم وهم لسه في عز شبابهم، واللي يموت في البحر واللي ينتحر. يعني خلاص احنا بقى المشكله مصر هتبقى كندا ولا استراليا لما نسيب مناصبنا؟ هو انتوا لسه مش، وبعدين مين قال لك ان احنا عايزين مصر تبقى كندا ولا استراليا؟ احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع، عايزين الناس كرامتها ما تتهنش، عايزين الناس لو اتظلمت تاخد حقوقها بالقانون بدل ما تروح تولع في نفسها في اي حته من الظلم اللي فيها. يعني لو قتلتني دلوقتي خلاص كل حاجه هتبقى تمام. انا واحد من نظام بقاله 7000 سنه، تقدر تهد نظام بقاله 7000 سنه؟ انت ليه مصمم ان انا عايزك كده؟ خيالك ما جابش كده، مع اني ممكن اخليك تتمنى الموت كل يوم. 5 بالحب. احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع،